تغلب نادي برشلونة على نظيره ريال بيتيس من 5-0 في المباراة التي جمعتهما يومه السبت برسم الجولة الخامسة من الدوري الإسباني. وعرفت المباراة مشاركة الدوليين المغربيين عبد الصمد الزلزولي منذ الدقيقة 4-6 من الشوط الثاني، وشادي رياض الذي اعتمد عليه ريال بيتيس طيلة دقائق المواجهة. وانتهى الشوط الأول بتقدم النادي الكتالوني بهدفين دون رد سجلهما كل من جو فيليكس وروبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 2-5 و3-2 على التوالي. وواصل برشلونة استعراضه التهديفي في الفصل الثاني من اللقاء، حيث تمكن من إضافة 3 أهداف في الدقائق 6-2 6-6 و8-1 بواسطة كل من فيران توريس ورافينيا وجو كانسيلو. ويتصدر برشلونة ترتيب لا ليغا برصيد 13 هدف، وفي المقابل نزل ريال بيتيس إلى الصف التاسع ب7 نقاط.